الفيلم كيبدا مع بنت سميتها تيسا وهي كتوجد وكتجمع حوايجها باش تمشي لافاك، وكتوصلها الام ديالها وصديقها للشامبر اللي غادي تسكن فيه، وكتلقى قدامها جوج ديال البنات اللي غيسكنوا معاها، وكيكون الشكل واللباس ديالهم غريب، والشامبر فيها الريحه ديال المخدرات والكارو، وحتى طريقه الهضره ديالهم ماشي حتى ليه. فالام ديالها كتعصب وكتقول لها بلي غادي تطلب باش يغيروا ليها الشامبر، ولكن تيسا كتقول لها باش بلا ما تقلق وبلي هي غادي تعرف كيفاش تتعامل معاهم. توافق الام ديالها وكتودعها وكتمشي، وفي اليوم الثاني كتمشي تيسا لافاك وكتمشي بكري، وكتكون اول وحده كتوصل للحصه، وكتعرف على اول طالب معها، وكتسالي اليوم الاول وكترجع للشامبر ديالها وهي كتدوش وباغا تبدل حوايجها. كتفاجئ فاش كتشوف واحد الشخص جالس معاها في الشامبر، كتقول ليه واش دخلتي الشامبر بالغلط ولا شنو؟ فتيقول ليها لا وبلي عندي الساروت. ومن بعد كتجي ستيف صاحبتها في الشامبر وكتقول ليها بلي صديقها وسميتو هاردن، تقول ليها باش توجد راسها حيت غادا تمشي معاهم لواحد الحفله. فكتكون تيسا متردة، ولكن صاحبتها ستيف كتلح عليها، ومن بعد كتمشي مع ستيف للحفله وكتعرفها على صحابها، وكيكون كلشي غريب وجديد عليها، وكيبقاو شادين فيها حيت هي ما كتكون ما كتشرب ما والو. ومن بعد كيلعبوا واحد اللعبه وكيتحداوها باش تخرج مع هاردن، ولكن هي كترفض وما كتكملش معاهم اللعبه. فكيبقاو شادين في هاردن وكيضحكوا عليه حيت قالت ليه لا. كتكون هذه اول مره شي بنت كترفض انها تخرج معاه. ومن بعد كتمشي وكتهضر مع صديقها نوح، وفاش كيعرف بلي هي كاينه في حفله كيتقلق وكيتخاصم معاها. ومن بعد كتدخل لواحد الغرفه وكتلقى فيها شي كتب وكتبقى كتشوف فيهم حتى كيدخل عليها هاردن وكيوقف وراها، وكيقول لها بلي هذه هي الغرفه ديالو وبلي كان خاصها دير شروط اللعبه، وكيحاول يقرب منها ولكن هي كتبعد وكتقول ليه بلي خاصها تمشي. كتمشي وكيبدا نوح صديقها كيرسل لها ميساجات وكيعتذر لها، وكيقول لها بلي خاصها تبدل هذيك الشومبر وبلي خايف عليها، ولكن هي ما كتجاوبوش وكتنعس. وكيجي اليوم الثاني وكتمشي تيصل المحاضره وكتشوف هاردن داخل وراها، وكيكون اول مره كيحضر شي محاضره. كيبداو كيتنافسوا بيناتهم على واحد القصه وكل واحد منهم كيعطي الراي ديالو، وكل واحد كيحاول يفرض وجهه النظر ديالو. وفاش كيخرجوا كتلاقى مع لندن وكتهضر ليه على هاردن وكتقول ليه بلي مغرور وحاس براسو بزاف. كيقول لها بلي كيعرفوا بلي هو هكاك داير وبلي كيبغي ياخذ اي حاجه هو باغيها، وبلي دابا مركز معاها هي حيت رفضاتو قدام صحابو. فكتقول ليه تيسا بلي مستحيل تشوف فيه. وفي اليوم الثاني كتكون باغا تشرب قهوه وكتقابل مع هاردن، فتيقول لها علاش ما نعطيوش راسنا فرصه ونكونوا صحاب، وكيقول لها بلي باغي يوريها واحد البلاصه زوينه. فكترفض في الاول ولكن من بعد كتمشي معاه وكيديها لواحد البلاصه زوينه اللي دايره بحال شي جزيره. كيهبط يعوم وكيبقى يضغط عليها باش تهبط معاه، فكتوافق وكتنزل تعوم وكيبقاو كيهضروا كيسولها على صديقها. ومن بعد كيبدا كيقرب منها وكيقول لها بلي متاكد بلي غادي يكونوا اكثر من مجرد صحاب. كيقرب منها وكيبوسها وكيبداو العلاقه ديالهم، ومن بعد كيخرجوا يتغداو بجوج وكتسولو تيسا على حياته وعلى الاهل ديالو، ولكن ما كيبغيش يجاوبها على هادشي. وفي لحظه كيجيو عندهم صحابو وكتلاحظ تيسا بلي تقلق فاش شاف صحابو شافوه معاه. من بعد كيطلب منها باش يمشيو، وفاش كتقول ليه بلي غادا تقول نوح على العلاقه ديالهم تيقول لها بلي ما كاينش اصلا بيناتهم شي علاقه، وبلي الا بغات تفرق على نوح فهذه حاجه كتخصها هي، وبلي هما ما كاينش بيناتهم شي حاجه وبلي غير دوزو قيت وصافي. فكتقلق تيسا وكتخليه وكتمشي. في الغد ليه كتفاجئ تيسا فاش كتشوف نوح واقف قدام لافاك وكيتسناها وكيكون جاي باش يشوفها ويتصالح معاها. كتصدم تيسا بالوجود ديالو خصوصا بعد داكشي اللي وقع بينها وبين هاردن، ولكن ما كتبين ليه والو. ومن بعد كتاخدو كيمشيو لواحد الحفله اللي كيكون فيها هاردن وصحابو وكتعرفهم عليه، وكيكون هاردن مقلق حيت نوح جا وكيلعبوا واحد اللعبه. وفي لحظه واحد منهم كيحاول يبوس تيسا ولكن هاردن كيضربو وكيتخاصم معاه. كتمشي تيسا ونوح وفي لحظه كيعيط ليها لاندر في التليفون ديالها، وفاش كتمشي عنده كتلقى بلي الدار كاع مرونه وكلشي مهرس، وكيقول لها بلي هاردن اللي دار هادشي، اللي تخاصم مع الاب ديالو وفكر باش يعيط ليها باش تهضر معاه حيت مستحيل يهضر معاه هو. فكتمشي عنده تيسا وكتلقى حالته حاله وجالس كيشرب، ومن بعد كيطلب منها تسمح ليه على داكشي اللي كان قال ليها وباللي بدا كيتعلق بها وبدات كتعجبو. فكتبات معاه وكتنسى نوح. وفي الصباح فاش كتفيق كتمشي بالزربه للشمبر ديالها وكتلقى بلي نوح كيتسناها وهو مخلوع عليها. هي كتحاول تشرح ليه فين كانت. كيجي هاردن وكيعرف نوح بلي كانت معاه وكتحاول تيسا باش تهضر معاه ولكن كيخليها وكيمشي. ومن بعد كتجلس وكتهضر مع هاردن وكتقول ليه بلي نوح كتعرفو منه وهي صغيره، وباللي فاش الاب ديالها سمح فيها هي والام ديالها كان نوح رد ليها البال وكيحن عليها. فداكشي علاش هي مقلقه على هادشي اللي درت معاه، ولكن هي اختارت هاردن. وفي لحظه وهي معاه في الشومبر كتجي الام ديالها وكتشوفها معاه، تطلب منها باش تفرق معاه وتركز على قرايتها، ولكن تيسا كترفض وكتقول لها بلي هي ديما كانت كتسمع لهضرتها وكدير غير داكشي اللي باغا هي، ولكن هاد المره غادي دير داكشي اللي بغات هي وباللي هذه حياتها وباغا تعيشها كيف ما بغات. فكتقول لها الام ديالها بلي راه ما مزيانش ليها وباللي غادي يجرحها وباللي غادي تقطع عليها فلوس ومصروف. ومن بعد لندن كيحاول يحضرها من هاردن وكيقول لها بلي مختلف عليها وخاصها ترد البال راسها، وكتخليه وكتمشي تلاقى مع هاردن وكيديها لواحد الدار وكيعرض عليها باش يعيشوا فيها بجوج، خصوصا فاش عرف بلي الام ديالها غادي تقطع عليها المصروف. وكتوافق تيسا بالزربه وكيعيشوا مع بعضياتهم وكيدوزوا الوقت بجوج.
وكيخرجوا بجوج وكيبداو كيولفوا على بعضياتهم اكثر. وفي واحد النهار كتقنعوا باش يمشيو لواحد الحفله ديال العرس ديال الاب ديالو، وكيعرف الاب ديالو باللي تيسا كتقلب على خدمه وكيقترح عليها باش تخدم في واحد الدار ديال النشر عند واحد صاحبه، وكتوافق تيسا على الخدمه. ومن بعد كيرقصوا بجوج وكيدوزوا قيد زوين. وفي الغد ليه كتفاجئ تيسا فاش كتلقى رسائل من مولي صديقه هاردن وكتقول ليه باش نتلاقاو، فكتقلق عليه ولكن كيقول لها باللي هي فاهمه داكشي غلط وباللي خاصها تثق به وكيخليها وكيخرج. وكتبقى كتسناه وكتعيط ليه ولكن ما كيجاوبهاش. وفي لحظه كتمشي وكتلاقى مع صحاب هاردن وكتجلس معاهم وكتقول لهم باللي دابا ساكنه هي وهاردن، وكتكتشف باللي ما كيعرفوش، وكتقول لها مولي باللي باغا توريها شي حاجه اللي هاردن مخبيها عليها. كتوريها فيديو في تليفونها على اول نهار تلاقات مع هاردن فاش كانوا كيلعبوا باللي رفضت تخرج معاه، فتراهن معاهم باللي غادي يخليها تبغيه ومن بعد يخليها. فكتصدم تيسا وكيحاول هاردن يهضر معاها ويشرح ليها وكيقول لها باللي هادشي كان قبل ما يولي يبغيها، ولكن ما كتيقوش وكتخليه وكتمشي. اليوم الثاني كتمشي تشوف الام ديالها وكتطلب منها تسمح ليها، وكتمشي حتى عند نوح وكتسامح معاه وكترجع معاه. كترجع لقريتها وهي في المحاضره كتعطيها البروف واحد الجواب مكتوب ليها، فكتاخذو تيسا وكتفتحو وكتلقى صورتها والصور البلاصه اللي كانت فيهم مع هاردن، وكتلقاه كاتب باللي قرا روايات بزاف وباللي كلهم كانوا كيقولوا باللي الحب اساس الكون وباللي كيغير الانسان، ولكن هو ما عمره تيق هذا الكلام وكان كيعتبره مجرد كلام ديال الروايات. حتى قابل تيسا وحياته كامله تغيرات وباللي هما كيشبهوا لبعضهم وكل واحد كيكمل الاخر. كيطلب منها تسمح ليه وباللي كانت سولته من قبل على اشنو الحاجه اللي كيبغيها اكثر في هذه الحياه، وباللي دابا عرف باللي هي اكثر انسان كيبغيه. وكتمشي تجلس في الجزيره حتى كيجي لعندها وكيتسامحوا كترجع معاه مره اخرى، ونوح كيهز الماء مره اخرى. وهكا كيسالي الفيلم، وكنتمنى يعجبكم وتابوناو معنا، وموعدنا فيلم جديد والسلام.